مع الثقافة والأدب، الفن والإبداع، اللقاءات وأحلى الطرب. إعداد وتقديم سهام محمد يوسف أبو الخير. إخراج عبد الحفيظ طويل. نعود إليكم أصدقائي عبر أمواج القناة الأولى للإذاعة الجزائرية وبرنامجكم ليالي الأولى. طيب، أنه نصل إلى خلينا نقول مظاهر الاحتفال. الملاحظ أنه لما يوصل أي مناسبة من المناسبات اللي ذكرناها إحنا، تبدأ تزدان واجهات الطرق، الشوارع، محلات تجارية، الأسواق. العائلة تقوم بالتحضيرات، شراء ستائر جديدة، أثاث منزلية، تقوم بإعادة البيوت. هناك كثير والله من يا أختي الكريمة، أنا عندي فيه تعقيب على هذا الكلام كذلك، إذا سمحت لي أختي الكريمة. يعني لكن الكثير من العائلات ربما نلاحظها في شوارعنا وفي الأسواق، في السوق الجزائرية معظمها عندما تقترب الأعياد سواء عيد الفطر أو عيد الأضحى تلتقي جل. ربما تقول أن الكثير من الناس ليسوا ببيوتهم، كلهم في السوق. نعم. من أجل شراء أثاث جديدة. هناك بعض العائلات في مناسبة رمضان يقومون بتغيير كل الأثاث البيت. والله يعني لا نمانع عندما يقومون بهذا الشيء في مناسبة جليلة كرمضان، يعني تبقى مرتبطة بالأعياد فقط. لماذا لا يقومون بتغيير هذه الأشياء على طول السنة؟ أمهاتنا في ظن نسائنا أنها هي الوسيلة لتقدير هذه المناسبة. نعم. يقومنا بهذا التنظيف أو بهذا تغيير أثاث المنزل. الإشكالية ليست إذن وصلنا إلى نقطة أن الأعياد هي موروث قديم ومتعدد المناسبات، وقد وجب علينا أن نختار منها ما يتفق مع فكرنا وقيمنا الدينية والثقافية فقط. هذا لنضع. أنت تكلمت سيدي عن أبعاد هذه الاحتفالات، ولم يعني توجز لنا، لم تقل لنا ما هي الأبعاد بالنسبة لهذه. والله ممكن يعني بالمختصر نستطيع أن نقول أنه العيد قد تكون عنده بعد عقدي، قد يكون عنده بعد سياسي، قد يكون عنده بعد اجتماعي اقتصادي. البعد العقدي أكيد أنه الأعياد الدينية تاعنا هي اللي تندرج تحت النظم العقائدي اللي يجمع بين كل أفراد الأمة الإسلامية، فهذا عنده بعد ماذا؟ بعد عقدي، بعد ديني. البعد السياسي نلمس هذا البعد احنا مثلا. أكيد أنه في يوم العيد في نشرات الأخبار مثلا، وإحنا نستمع لإخواننا الصحفيين وهم يستهلوا الأخبار تاع يوم العيد بذكر الرسائل والتهاني اللي تكون بين رئيس الجمهورية أو رؤساء إخوان الرؤساء والملوك في الدول الإسلامية العربية، فهو بعد سياسي. فكأنه فيه مظهر، هذا المظهر لا نجده غالبا، لكن نجده خاصة في الأعياد، قد تكون الأعياد الدينية أو حتى الأعياد الوطنية. نعم، ممكن حتى رؤساء دول غير إسلامية. نعم. تهنئ نعم. نجد مثلا البعد الاقتصادي، أنه في البعد الاقتصادي في بعض الدول
نستطيع أن نقول بكل صراحة أظن صنع الألعاب جعل العيد نعم في موسم الحج مثلا، ولكن فيه نعم نشوف مثلا أنه الأسواق يعني أو السلع الصينية موجودة بكثرة في الأسواق، سواء في أسواق الدول العربية حتى في أسواقنا، يعني وفيه وسيلة لترويج يعني نعم. وفيه ميزة احنا على ذكر كنت يعني راح نستطرد الكلام على الأخت الفاضلة وهي تتكلم على المظاهر تاع العيد ويتكلم على الأسواق، فأنا راني نقول باللي للأسف شديد هذا يصبح يندرج تحت السياق التاريخي، مظاهر العيد تاريخيا. طيب يعني معناته المفرقعات والشموع هي من مظاهرنا؟ لا أنا ما أردت فقط، لا في شيء آخر. أصبح العيد اليوم عنده ميزة تجارية أكثر منها يعني نعم. لو مثلا شفنا في بعض يعني ما نتكلموش بخصوص، يعني احنا راني عايشين في المجتمع الجزائري وجزائريين وعارفين يعني هذا أمر يعني لما نتكلموه ماناش راح كما نقولوا احنا نذكروا شيء سري. لما في بعض الدول العربية والإسلامية لما تكون مناسبة تاع عيد تجد خفض تاع السلع والأسعار، حتى يستطيع اللي هو فقير أو اللي هو محدود الدخل أنه يتمتع ببهجة هذا العيد ويشارك الغير في الاحتفال بهذا العيد. احنا الآن أصبحنا لما تأتي هذه المناسبة، إذا كان سعر بضاعة من البضائع في طيلة السنة له سعر، يوم العيد أصبح مضاعف. وهنالك بعض الدول من تقدم هدايا مجانية. نعم. فهنا الميزة الاقتصادية عنده بعد اقتصادي عند الدول، بعض الدول العربية عنده بعد إيجابي، في بعض الدول كمجتمعنا احنا بعد سلبي يعني. وهو استغلال هذه المواسم. طيب خلينا نتكلم على مفارقة عجيبة. نحن وقعنا في مشكل الاحتفال بالمولد النبوي الشريف. من عاداتنا كجزائريين الاحتفال بالمولد النبوي الشريف، ولكن هنالك بعض من أفتى أن هذا الاحتفال بالمولد النبوي الشريف هو بدعة. في المقابل نجد الاحتفال بالمولد المسيح، ونحن نقول أنه يجب ألا نقلد الغرب، فبماذا نحتفل؟ والله يا أختي الكريمة، إذا كان سمحتي لي اسمحوا لي الأخوات الفضليات، نظن أنه إذا كان الاحتفال بعيد بالمولد النبوي الشريف هو على النسق احتفالنا بالأعياد مجرد يعني. لا، هو على النسق يعني على المنوال تاع الأعياد، احتفالنا شكلي شموع مفرقعات ومفرقعات تؤدي نعم. يعني سبب حوادث تكون طبعا يعني هذه من الأمور التي تقع. التحصيل حاصل مثل ما يقال في بعض الناس، يعني خاصة من الشباب، لو تسألوا مثلا تقول له النبي عليه الصلاة والسلام متى ولد أو متى توفي، والله ما يعرف. يعني ما يعرف. على من يقع العبء؟ العبء هذا له كلام العبء يقع أولا على الأسرة، على الوالدين، ثم على ربما إلى المدرسة أو مناهج التربية، ثم على الإعلام، ثم على دور المساجد. في رأيي هذا هو. نعم. الهيئات الدينية جمعت كل الأسباب، نبدأ بسبب نبدأ بالأسرة. طيب يجب أن تعرف الأسرة أولا إذا كان أيهما بدعة، الاحتفال بالمولد النبوي الشريف وهو من بين عاداتنا كجزائريين ومن بين تقاليدنا، وهذا راسخ في ذهن كل واحد فينا، وبين الاحتفال بعيد المسيح. والله أختي سهام، أنا ممكن نتكلم في هذه النقطة. فيه كتير أسر نشوفهم الآن في الواقع يحتفلوا بالعيد المولد النبوي الشريف، يعني اللي يدير رشتة، اللي يدير شخشوخة، اللي يدير شمع، يشعل شمع يعني، ويتلاقاو وفيه زيارات أقارب وكل. لكن لو تشوفي تربية الآباء لأبنائهم، تصيب أنه أبنائهم 13 14 15 سنة ما يصلوا. فيه البعض أنه حتى الصيام يعني ما يشدهر عمل، لكن فيه البعض أنا نشوفه أنه حتى الصيام ما واقفين على أولادهم حتى في صيام شهر رمضان. فيه البعض أنه حتى أنك تسأليه تقولي له أسكو معلم وليدك ما معنى أنه لا إله إلا الله، يقول لك والله ما نعرف، ما قريتش، أو حتى إذا قرأ يقول لك الله غاد، المهم أنا ليسانسيال وليدي أنه ينجح في الدراسة تاعه، لأنه أصبح التربية محصورة إلا على التحصيل الدراسي فقط. إذن هنا المفارقة أجدها أنني أحتفل بمولد النبوي، لكن هل فهمت الابن تاعي من هو الرسول عليه الصلاة والسلام، ما هي سنة الرسول عليه الصلاة والسلام، هل عززت في ابني قيم تاع الرسول عليه الصلاة والسلام، يعني أبسط شيء هل غرست في ابني أنني يعني نعلمه أنه كيفية الصلاة،
هنا المفارقه اللي نجدوها في المجتمع تاعنا اخت سهام. ياسمين. والله هذا اكيد الاخت مسعوده شكرك هذا، ولكن الاسره لازم تلعب، لازم عليها تلعب هذا الدور حتى يعني في المولد النبوي. يعني مش نعمم، هناك اسر جزائريه يعني الحمد لله راهي يعني ما نقولوش تحيي المولد النبوي الشريف، ولكنها ترسخ باولادهم كيف الرسول صلى الله عليه وسلم كيف يعيش، يعني تعلمهم كيف يعني السيره النبويه بطريقه هايله. ولكن هذه يرجع للاسره، قاعدين نولوا اللوم للاسره، الاسره كيف تربوا يعني جذورها، حتى الاسره تخلي كما نقولوا اولادها يدوا منهم. لازم نعيبوش هذا الطفل، نعيبوا الاسره ونعيبوا المجتمع ونعيبوا المحيط اللي عايش فيه. بالنسبه كريمه اذا كان سمحتي على الكلام حول قضيه الكلام قال انه الاحتفال بالمولد النبوي الشريف بدعه. هي المسألة هذه قد تكون هي مسألة خلافية أظن. لا مش لا أبدا من مسألة خلافية، يعني ما ندخلوش احنا في المسائل الفقهية. نعم لأنه ولكن أنا فقط لسنا في صدد تخصصنا. نعم أنا فقط أردت أن أقول أنه كأنه فيه إشارة إلى أنه هؤلاء الذين يقولون ببدعية الاحتفال حتى لا نفرغ المقصد يعني من احتفالنا الحقيقي بالنبي عليه الصلاة والسلام، لأنه احتفالنا الحقيقي بالنبي عليه الصلاة والسلام هو اتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم. احنا مثلا لو نجد فقط فيه واحد المثال في عبر التاريخ تاعنا، احنا القاضي عياض رحمة الله عليه، القاضي عياض نعم لما ألف كتاب سبب تأليفه لكتاب الشفاء في سيرة المصطفى صلى الله عليه وسلم. القاضي عياض رحمة الله عليه كان في تلك الفترة جماعة من اليهود انباروا لشتم النبي صلى الله عليه وسلم، فهو جعل تخصيص يوم السبت اللي يجتمعوا فيه اليهود يعني في شتم النبي صلى الله عليه وسلم، جعل ذاك اليوم اللي هو يوم السبت يوم يجمع فيه أولاده ويبدأ بذكر شمائل وسيرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. أظن أننا في مثل هذه يعني الحالة الراهنة اللي نعيشها احنا، نشوفوا الهجمات تاع البعض نعم على الدين وعلى النبي صلى الله عليه وسلم. يعني من المفروض أنه نحاول المناسبة هذه أنه نعطوها نستثمروها يعني وسيلة. نعم نعطوها يعني القالب الحقيقي تاعها، يعني مش فقط الكلام على بدعي، لأنه لو تكلمنا على بدعيتها على أنه البعض اللي يتكلموا في يعني الخطباء يعني الأئمة في المساجد والدعاة على أنها بدعة على أنها والعلماء، ولكن المظهر للأسف الشديد يبقى مظهر شكلي، الاحتفال فقط بالمفرقعات بالأكل بالشرب نعم. وانتهى الأمر ليس إلا. احنا نريد أن تكون المناسبة يا ليت الاحتفال ب يعني مولد النبي صلى الله عليه وسلم بالمناسبة نعم يكون فيه محطة نقف فيها، حلقات دينية نعم محطة نتوقف عندها وننظر طيب احنا وين نعرف درجة حبنا للرسول صلى الله عليه وسلم، درجة اتباعنا للرسول صلى الله عليه وسلم. نعم زاد النبي وافرحنا به صلى الله عليه، يا عاشقين رسول الله صلى الله عليه. زاد النبي وافرحنا به صلى الله عليه، يا عاشقين رسول الله صلى الله عليه. صلوا على بن آمينة صلى الله عليه، فارس مكة والمدينة صلى الله عليه. صلوا على بن آمينة صلى الله عليه، فارس مكة والمدينة صلى الله عليه. سيد النبي يشفع فينا قلبي شيق إليه، يا عاشقين رسول الله والصلاة عليه. زاد النبي وافرحنا به صلى الله عليه، يا عاشقين رسول الله صلى
النبي واحنا إليه قلبي شيق إليه يا عاشقي رسول الله والصلاة عليه زاد النبي وافرحنا به صلى الله عليه يا عاشقي رسول الله صلى الله عليه صلوا على بدر التمام صلى الله عليه محمد خير الأنام صلى الله عليه صلوا على بدر التمام صلى الله عليه محمد خير الأنام صلى الله عليه شفينا يوم الزحام والصلاة عليه يا عاشقي رسول الله والصلاة عليه زاد النبي وافرحنا به صلى الله عليه يا عاشقي رسول الله صلى الله عليه صلوا عليه ألف ألف صلى الله عليه على قد شعرات السلف صلى الله عليه صلوا عليه ألف ألف صلى الله عليه على قد شعرات السلف صلى الله عليه سيد النبي قد تولف والصلاة عليه يا عاشقي رسول الله والصلاة عليه زاد النبي وافرحنا به صلى الله عليه يا عاشقي رسول الله صلى الله عليه زاد النبي وافرحنا به صلى الله عليه يا عاشقي رسول الله صلى الله عليه. وقتها ذكر سيد صديق يعني نقطة مهمة، هل يمكن أن يكون الاحتفال دعاية لنشر دين أو مذهب أو ملة؟ ربما يكون العيد انتهاز الفرصة لنشر الدين الإسلامي أو تبيان للغرب ماهية الإسلام وتصرفات معاملة الدين. ربما تكون فرصة لانتهاز. إذا ممكن أن تكون أن تكون أنا أظن أنه نعم فيه بعض الأعياد موجودة في الشعب الأمريكي هي صحيح وسيلة لنشر بعض الديانات، خاصة نشوف أنه عود ظهر بعض الديانات موجودة الآن في أمريكا مثل الديانة البوذية أو الديانة نعم في بعض طوائف هناك أصبحت تتخذ من بعض الأعياد الموجودة في الشعب الأمريكي كوسيلة لنشر هذه الديانات التي مضى عليها الزمان، لكن أصبحت تظهر في الواجهة. والمصيبة من وراء ذلك أنها أصبحت يعني هذه الديانات قد أصبحت يعني حاولت أنها تدخل يعني نوعا ما لبعض الدول العربية باسم بعض تقنيات يعني الوقت لا يسمح أننا نذكرها الآن. ممكن بهذه المناسبات يمكن للمسؤولين إقامة حلقات أو محاضرات فكرية في الدول الغربية لتعريف الشعوب المسيحية احنا نبغى نحن نريد ان ننقذ هنا نريد ان ننقذ هنا من هو رد على لا هذا اخت سهام اذا كانت سمحت لي الاخت الفاضله لما كنت تتكلمي الاول في بدايه الكلام حول لماذا الغرب مثلا لا نحاول اعطاء او يعني اظهار الاعياد تاعنا احنا عندهم هم، والاخت الكريمه كانها تجيب عن هذا تقع المسؤوليه تاعو على الجاليات الاسلاميه اللي هي في الغرب تعرف بالأعياد وبقيمة هذه الأعياد عند المسلمين والتكافل الاجتماعي الذي يكون يعني من وراء والتواصل الاجتماعي وغيره وكل هذه المظاهر وتحسن الاحتفال بها أيضا. طبعا هذا دائما وأبدا مرتبط بإعطاء العيد المعنى الحقيقي الصورة الحقيقية تاع العيد. إذا بعد الأسرة حيكون أخت سهام حتى نواصل أنه بعد الأسرة حيكون دور مناهج التربية ودور الإعلام. حتى الإعلام يلعب دور كبير. احنا مثلا في كي حق الأعياد وكلش صغير يعني الإعلام الجزائري يعني يهدر العيد حبذا له يعني الإعلام يلعب دور. احنا كنا يعني خصوصا التلفاز
عنده دور كبير لدى الأطفال. حبذ أنهم يروحوا مثلا أفلام كرتونية. احنا نقول نشوفوا الأطفال دائما يروحوا الأفلام الكرتونية الغرب. حبذ لو تكون على سيرة نبوية أفلام كرتونية، حتى أنه يوروا لهم الإسلام بطريقة يعني ولما لا ما تكونش مسلسلات أفلام، لأنه دور الإعلام هو دور خطير جدا يعني، وممكن هو اللي يكون وسيلة هدم أو وسيلة بناء. نعم. طيب للأسف إحنا بالنسبة لمنتوجنا الإعلامي إحنا في كل مسار يعني ليست لدينا إلا فيلم الرسالة. هو في اليتيم ما عنده، لأنه صحيح دائما الرسالة تكون على رأس ليس لدينا فعلا. نحن نعيب على غيرنا نضع الغير. أين منتوجنا الثقافي؟ أين هو إعلامنا؟ لأنه فيه قطيعة بين الإنسان المتدين والفن. يظن أن الإنسان أو يعني متدين يظن أن الفن هو إنسان منحرف. نعم، أن الفن هو يعني فسق أو كفر. لذلك لابد من مصالحة بين يعني الرجل المتدين والفن. لو كانت فيه يعني لو كانت فيه مسلسلات، لو كانت فيه برامج، صدقيني حتى المسلسلات أنشطة ثقافية مصاحبة أو مسرحيات تقام في المدارس والثانويات بأسلوب عصري، أسلوب يعني يفقهه الجميع، مش الأسلوب الأكاديمي. لأنه الإشكالية أنه حتى أصبح الأسلوب الإمام أو الداعي أسلوب أكاديمي المفروض لا يخرج من الجامعة، لأنه الواقع غير الجامعة أو محيط المجتمع غير محيط الجامعة. أظن والآن أصبحنا لدينا تطور تكنولوجي كبير يعني يستطيع أن يساهم في هذا الشيء بطريقة أسرع وأكثر. طيب سيهم المسرح، نحكوا على المسرح، لأنه أنا شخصيا رحت المسرحية عندي كما يقولوا أسبوع، لكن يعني تفاجأت أن داخل المسرح هناك 13 من عبد. قلت يعني حتى ثقافة المسرح عندنا يعني ما كانش في الجزائر للأسف. ليست لدينا ما عندناش ثقافة في المسرح، ما عندناش ثقافة هذه. لماذا هذا التراجع في لأنه فيه قطيعة بين المجتمع وهذه الوسائل. نعم أصبحت أنا لا أظن أنه في قطيعة، أنا أظن أنه فيه بروز بعض الوسائل الأخرى، الفضائيات، الإنترنت، هذه يعني أثرت على بعض الوسائل الأخرى. لكن لو شفنا مثلا في مصر هي موجود القنوات الفضائية، لكن في مصر مثلا في القاهرة موجود يعني دور سينما ودور المسرح، بالعكس فيها يعني فيها إقبال من المجتمع المصري. حتى الأخت سهام، حتى دورة المراكز الثقافية عندنا في الجزائر هناك احنا للأسف المراكز الثقافية في الجزائر تغلق في العطلة، يعني تغلق رغم في هذيك كما يقولوا الفترة بالذات أنها تفتح وتستغل هذه المناسبات لعمل نشاطات ثقافية إذن يعني الكل يعني كجزائريين يعني مراكز ثقافية ومؤسسات هذه لازم تدعم، لازم كما يقولوا تتحد، لأن الشباب دائما يقول لك ما لقيتش وين نروح البديل، أكيد يعني يروح الإنترنت، أكيد يروح التلفاز، أكيد لازم الشباب هذا احنا نعطوله اليد مساعدة من الكل حتى السلطات يعني. طب الاحتفال هو يعني في أصله كان دعوة إلى التراحم، إلى التواصل، إلى العفو. هل برز إعلامنا هذا الشيء؟ يعني إحنا الآن ما يعني قبل مدة كنا في العيد الأضحى المبارك، فهل تفاعل يعني إعلامنا مع الشعب العراقي، مع الشعب الفلسطيني الآن؟ والله الإعلام أخت سهام الحمد لله يعني مؤخرا يعني نشوف الإعلام بدأ كما يقولوا يتحرك حتى بما يخص القضية الفلسطينية. يعني ما كانش أي جريدة مثلا أو في الإذاعة إلا أنك تسمع القضية الفلسطينية. يعني الإعلام يقولوا كما يقولوا الحمد لله اليوم بدأ كما يقولوا في ظل العولمة وكلش يعني بدأ، لكن يبقى غير كافي يبقى غير كافي. نعم، لماذا يبقى غير كافي؟ لأنه في حملة شرسة من الآخر من الأقوى، يعني أنه في حملة شرسة، وهذه الحملة يعني هي تستعمل فيها أحدث التقنيات التكنولوجية والعلمية والمعرفية. ربما يعود إلى قلة القنوات ونقص. والله الأزمة مش أزمة قنوات، بالعكس فيه موجود قنوات، لكن قنوات فضائية يعني مجملها اللي هي رقص والمسلسلات. يا أختي القنوات المخصصة للثقافة أو للنشر هي قليلة. هي أزمة فكر يا أستاذة، هي أظن أنه هي أزمة فكر، لأنه لو نشوفوا عدد القنوات العربية حوالي 500 قناة فضائية، لكن من يملكها؟ هناك يملكونها عرب. إذن إشكالية قضية أزمة فكر يا أستاذة، أظن أنها أزمة فكر، وهذا يرجع إلى أنه هناك أزمة وعي. هذه القنوات احنا يتبعوا ثاني الشباب تاعنا، يعني جل الشباب تاعنا يحب الأغاني، يحب الرقص، يعني يحب هذا الشيء اللي يخليه أنه ربما من هذا ثاني. أظن أنه قضية فيه مشكلة نعاني منها، مشكلة الهوية
الرابط العقائدي والرابط الوازع الديني نعم لبعض الأعراف والتقاليد تاعنا احنا. لأنه مثل ما قالت الأستاذة سهام في فيلم الرسالة، هو يتيم ما عندوش خوه، يعني علاش يعني أشكفوا كل عام يتكرر؟ علاه؟ لأنه عزوف يعني حتى الناس أصحاب الأموال أصبحوا يفتحوا قنوات فضائية من أجل الاستهلاك ماذا؟ مسلسلات، استهلاك بعض المسلسلات اللي نديوها أصلا منشأها هل هناك خصوصية في للعرب والمسلمين الاحتفالات؟ هل هناك خصوصية لهم استطاعوا بها أو استطاعوا نقلها إلى الغير؟ والله أختي الكريمة، إذا كان المقصود به الاحتفالات بالأعياد الدينية أظن أنه استطاعوا فعلا، لأنه الاحتفالات بالأعياد يعتبر شيء من الدين. يعني أنا أظن خاصة في عيد الأضحى بالنسبة نقل وقفة عرفة مثلا كمثال على هذا من البقاع المقدسة من عرفات، أظن أنه لها أثر على المستوى العالمي، لأنه أكيد فيه قنوات أو فيه أظن شعوب غير إسلامية تتابع هذه، أظن يعني والله أعلم. هناك تاني أخت سهام الخصلة تاني في الأعياد، يعني حتى تضامن احنا كجزائريين يعني في الأعياد هذه الحمد لله هناك صلة تراحم، حتى أنه واحد ما ضحاش أضحية الناس، يعني هذا شيء يعني تبقى الأعياد عندها بصمتها التي يعني من جميلة. إذن هل نأمل أن نستطيع أن نسجل أو أن نستغل هذه الاحتفالات للتعريف بالتراث الثقافي والفكري لأمتنا؟ أكيد سهم، هذا أكيد أنه يعني كل عيد أو الأعياد الإنسان لازم في كل عيد إحنا ناخذ منه دروس، ولكن نعرفوا كيف نستخلص الدرس من الأسرة، من المدرسة، من المسجد، حتى من الجامعات. كلمة أخيرة لكل ضيف عن هذا الموضوع. والله أختي الكريمة، أنا أريد أن أقول أنه في هذه الظواهر اللي هي غريبة وظواهر غير صحية اللي تمثل الاحتفال بأعياد الغير، واللي هي قد تكون احتفالات دينية لها بعد ديني عقدي، له وجهة مخالفة تماما للبعد العقدي الذي يجمع أفراد هذه الأمة. نقول أنه طبعا موش نلمسوا العذر لهؤلاء الناس، نقول العكس، نقول أنه لابد علينا أن نحذر، لأنه ونحن اليوم في عصر العولمة أصبحت ليست فقط الفكرة التي تنتقل، الفكرة تنتقل وهي على شكل بذرة ثم تنمو، واللي يحرص على نمو هذه البذرة هو اللي أرسل هذه البذرة. يعني الآن الأفكار المناسبات مثلا اللي ظهرت مثل ما ذكرت الأخت الفاضلة في مجتمعات غربية، ثم وصلت هذه عبر ربما كما نقول احنا قنوات الاتصال وغيرها، ما هيش فقط أصبحت موجودة عندنا كمجرد مناسبة نأخذ منها الشيء الإيجابي فقط، بل يعني شيئا فشيئا سيصبح عندها طابع عقدي، ويصبح وين يؤدي ذلك إلى الاختلال في التوازن العقدي للمسلم، بعده عن هويته، بعده عن أعرافه، عن تقاليده، رايح يخليه يعني يتشبت أكثر وأكثر بالغرب حتى من الجانب الديني. هنا يصبح فيه انفصام، يصبح فيه خطورة على الجانب العقدي للمسلم. فلذلك نقول أنه لا شك أنه أنا في وجهة نظري الذين يحتفلون الآن بنهاية رأس السنة، فيه احتفال بنهاية رأس السنة وربما عنده رابط اجتماعي، قال أنا السنة تبدأ في أول جانفي تنتهي في 31 ديسمبر، محطة لمراجعة النفس ومراجعة يعني الارتباطات وغيرها. هذا قد يكون له جانب، لكن إذا كان الاحتفال قد يؤدي إلى أنه مشاركة الغير بالبهجة حتى في نفس الأوصاف مثل ما يحتفل بها الغرب نحن نحتفلوا بها احنا، يعني كما نقولوا احنا كوبي كولي. هنا يصبح الأمر خطير لأنه فيه تملص من هويتنا وأخذ يعني الهوية الأخرى. ويا ليت هذا، ولكن يا ليت هذا فقط، ولكنه غرس للنشأ الجديد في نفوس النشأ الجديد ويعني استفحال في الغرس. في نهاية المطاف ندعو من الأسر الجزائرية والهيئات المعنية بالعمل على ترسيخ قيمنا وثقافاتنا وتراثنا في أذهان شبابنا اليوم، والعمل على الابتعاد كل الابتعاد عن
التقليد الأعمى من المجتمع الغربي، وخاصة في الاحتفالات بالمناسبات الغربية. ربما الكلمة الأخيرة هي إجابة عن السؤال الآخر ديالك اللي طرقتي فيها. هل استطعنا أن نثبت هويتنا للآخر؟ نحن وصلنا إلى حد ما إثبات هذه الهوية. نشوف في الغرب أصبح يعطي عيد الأضحى وعيد الفطر أهميته للمسلمين، أنه يمنح لهم عطل خاصة في هذه الأيام المسلمين اللي يشتغلوا عنده، حتى ماشي مسلمين عرب، حتى المسلمين الأجانب. وهذا ربما وصلنا لحد ما لإثبات هذا الركنين من أركان حتى الدين. في الجانب الإعلامي الغربي، حتى في الجانب الإعلامي الغربي. نعم. الأخت سهام نقول لك لابد للعودة لتاريخنا وديننا وجذورنا وثقافتنا، وهذا باش نعرفوا كيف نربي الجيل يعني الصاعد، وفرصة أننا يعني كل عيد لازم ناخذ منها العبر ونربي المجتمع ككل. في الختام الأخت سهام أنا أقول يعني في نظري أنه لا سبيل للمقاومة أو لمقاومة ظاهرة احتفال بأعياد غير المسلمين، لابد من التعامل الهادئ. أضع ألف خط تحت هذه الجملة، التعامل الهادئ مع هذه الظاهرة، ولكن بنفس المنهجية التي وجدت، بمعنى أنه أصبحت ظاهرة وسبب تفشي هذه الظاهرة وسائلها هي كانت قوة التكنولوجيا والعلم والمعرفة، لذلك لابد من التعايش معها والتعامل معها بنفس الأسلوب، وذلك كيفية هنا ترجع لدور احنا، دور المسؤولين، دور الآباء، دور الإعلام. لأنه لماذا نقول نختمها بدور الإعلام؟ لأنه صناعة المعرفة التي الإعلام هو الذي يصنع المعرفة، والمعرفة ماذا تصنع؟ بحد ذاتها هي تولد الأفكار، لأنه أزمة يعني من وراء هذا الاحتفال هي أزمة فكر، وهي اللي يعني نعاني منها كشعوب عربية، أزمة فكر وأزمة وعي. وشكرا. في الأخير تقبلوا الاحترام مني أنا ومن ضيوفي. وصلنا إلى أن الاحتفال هو وسيلة للتواصل والتراحم وصلة الرحم، ومحطة أيضا نتعامل أو نتفاعل معها بعقل حضاري. نحتفل، ولما لا نحتفل؟ نحن بحاجة إلى الاحتفال في زماننا هذا، ولكن ما هو نوع هذا الاحتفال وما مغزى هذا الاحتفال؟ علينا أيضا أن نختار يعني ما يتفق مع عاداتنا وقيمنا، وقبلها أيضا مع ديننا. تحية احترام تقبلوها مني أنا سهام أبو الخير، وتصبحون على خير. علينا إن شاء الله فيها بشارة خير، نتمنى وفيها مرضينا، في طريق النجاح نسير، سنة جديدة هلت علينا إن شاء الله فيها بشارة خير، نتمنى وفيها مرضينا، في طريق النجاح نسير، هكذا تكمل أمانينا، هكذا تكمل أمانينا، هكذا تكمل أمانينا، هكذا تكمل أمانينا، بالعمل يصفى الضمير سنة جديدة.
أرض القلب ونزيد وعلى بلادي تعمي الفرحة. مبروك هذا عام جديد بالهنا والسعادة والصحة. بهنا ربي القلب ونزيد وعلى بلادي تعمي الفرحة. بالوفاء الخير يزيد بالوفاء الخير يزيد بالوفاء الخير يزيد بالوفاء الخير يزيد. هكذا نرسم أجمل صفحة سنة جديدة. سنة تروح وسنة تجينا والأيام سيرة وتمر. مهما تعبنا ومهما جرينا حياتنا مكتوبة في سطر. سنة تروح وسنة تجينا والأيام سيرة وتمر. مهما تعبنا ومهما جرينا حياتنا مكتوبة في سطر. احنا راكبين في وسط سفينة احنا راكبين في وسط سفينة احنا راكبين في وسط سفينة احنا راكبين في وسط سفينة. والدنيا كمواج بحر. سنة جديدة سنة جديدة هلت علينا. إن شاء الله فيها بشارة خير نتمنى وفيها مرضينا. في طريقنا رجاح نسير سنة جديدة هلت علينا. إن شاء الله فيها بشارة خير نتمنى وفيها مرضينا. في طريق النجاح نسير هكذا تكمل أمانينا هكذا تكمل أمانينا.